3 حاجات بس كانوا السبب في هزيمة ليفربول. أولا الأنانية، ثانيا كوناتي وتحركاته وهنتكلم عنها، ثالثا خرافنبرخ. أول حاجة الأنانية، شفنا خاجبو والكرة كانت جون 100% وكانت النتيجة 0-0، والكرة دي اللي أنا بعرضها لك دلوقتي معانا الكرة سهلة جدا، داخل جونز يحطها، خاجبو يحاول يمد رجله يحاول هو اللي يحطها علشان يتحسب له هو الهدف، وبالتالي يطلعها من حلق المرمى بشكل غريب جدا لدرجه ان كلنا استغربنا، افتكرنا جونز هو اللي خرجها، حتى لو حاول يخرجها هيخرجها ازاي؟ الكره كانت داخله جوه الجون اصلا. تاني محور كوناتي، وتعالوا نشوف الجون ده مع بعض. شوف كوناتي بيتحرك ازاي غلط ورايح وسايب مكانه، كان بيعمل ايه في الحته دي كان بيعمل ايه؟ رايح سايب مكانه، رايح فين؟ ورايح ورا فان دايك، وبالتالي ساب المساحه اتلعبت الناحيه الثانيه وبقت الهدف الاول. ثالث حاجه واللي مخسره ارن سلوت دايما ومخليها في مشكله كبيره هي البرفورمانس اللي بيعمله خرافنبرخ. السنه اللي فاتت كان افضل لعيبه ليفربول والركيزه الاساسيه، وغيابه كان فعلا مشكله كبيره. السنه دي هو فعلا غايب لكنه حاضر بجسمه برقمه في الملعب وهو موجود، لكن الحقيقه انه بيقدم برفورمانس مش هو خالص. انذارات، فاولات، في كسل وفي مشكله كبيره بين اللعيبه. تقريبا كده التعامل النفسي بتاع ارن سلوت مش مظبوط مع اللعيبه، ولازم يطور من نفسه في الحته دي. اولا لازم يزيل الانانيه، موضوع انك انت اللي تجيب الهدف ده حاجه مش مهمه ابدا. لازم يشتغل مع مهاجميه شويه ويطمنهم ان هم البرفورمانس بتاعهم مش شرط هو اللي يجيب الجون، لازم يلعب على حته العامل النفسي والتناغم والترابط بين الثلاثه. دايما فيرتس كان بيعملها رغم ان عدم وجوده في المباراه دي، ودايما خاجبو بيحاول ان هو يكون السبب في الجون، يحطه بنفسه، عايز يحطها هو، الكره كانت داخله اوريدي. ثالث واحد واحيانا بيعملها برضو ايكيتيكي، رغم ان هو ساعات بيكون منتج في البساط، لكن معظم الاوقات برضو بيحاول هو اللي يلعب الكوره. وانت لو ركزت شويه مع الكور هتلاقي ساعات بيبقى صلاح في مكان افضل، ساعات خاجبو بيبقى معاه الكوره وايكيتيكي في مكان افضل، ما بيلعبوش لبعض. فدي مشكله كبيره لازم يشتغل عليها ارن سلوت. وموضوع كيزا انا شايف ان كيزا مش مناسب لليفربول، والجون الثاني هو السبب فيه. الجون الثاني 100% كيزا. شوف الكرة دي، اولا خطأ جونز انه ما حاولش انه يستسهل في الدقيقة 93 ويطلع الكرة بره، رجعها في موقف وحش جدا لأليسون. أليسون حاول يلعبها على مرة واحدة علشان ما حدش يضغط عليه، طلعت وحشة. فين بقى هنا كيزا؟ فين تحركات كيزا؟ سايب الراجل بيتفرج عليه وبيتمشى، الراجل دخل شوط عشوائيه جدا، خبطت في جو جوميز ودخلت. بالتالي مهم جدا ارن سلوت انه يركز على الحاجات دي. اكيد هو هيقرا الكلام اللي انا قلته ده، ولكن هارد لك طبعا لعشاق الريدز. بتمنى التوفيق لمحمد صلاح، ويعني انا زعلان جدا ان هو رغم الهدف بترافيلا اللي جابها هدف جميل، لكن ليفربول في النهايه ما قدرش يحصد حتى نقطه وحيده. كانت المباراه في ايديه، كان متزعم ومتسيد وكانت سهله. خاجبو لو كان ما عملش القصه دي كانت بقت 1-0 لجونز، وكان زمان المباراه تختلف تماما ويبتدي يهدى ليفربول ويلعب لعبه. لكن هي دي كره القدم، مش شرط ابدا اللي بيستحوذ هو اللي يفوز. تعالوا نروح نشوف هزيمه كاريك بعد الماسيف ران اللي عمله، وكان المفروض اصلا من الاول الثلاثه نقاط اللي حصل عليها من كريستال بالاس توري له هو ازاي بياخد النقاط. هو مش بتاع ان هو يضغط ويستحوذ ويجيب اهداف، هو بتاع الهجمات السريعه، هو بتاع ردة الفعل. الحاجه الوحيده اللي عملها كاريك ومهمه يعني كانت ان هو رجع 4-2-3-1، وبالشكل ده بدأ برونو فرنانديز ياخد راحته قدام، وبدأ في نفس الوقت يكون مفيش مشاكل من ناحيه الاطراف اللي كانت بدأ اصلا تتحل مع اموريم قبل ما يمشي على فكره، والارقام بتاعته بتقول الكلام ده. لكن هو بشكل عام الشكل كان افضل لما رجع كوبي ماينو بسرعته وبادائه الفني جنب كاسيميرو. الاثنين محاور كانت مهمه جدا في نص الملعب اللي ما كانتش موجوده ايام اموريم. كان دايما برونو فرنانديز عليه واجبات المفروض يعملها مع كاسيميرو في الدفاع، وده كان بيأيده شويه. حريه برونو فرنانديز ساعدت في الهجوم، ايوه صحيح، لكن كان لابد من انك تسيب المساحات، خاصه ان اليونايتد بيعتمد على سرعات مبويمو وشاشكو، الاثنين سرعه جدا وبالكوره ومن غير كوره، تحركاتهم ممتازه في المساحات. لكن انت لما الفرقه اللي قدامك عملت لو بلوك عليك وقدرت ان هي تقفل برغم من طرد رامسي، وانهم بيلعبوا ناقصين واحد في اخر الشوط الاول، لعبوا شوط كامل من غير رامسي،
وما قدرش يستغله. هو هنا بقى يبان المدير الفني ما عندوش بلان بي. واضح جدا ان هو حاول ان هو يلعب ويستحوذ ويزود. رامسديل طبعا كان له دور كبير بالتصديات الجميله اللي عملها، لكن خلي بالك الخطه هي نفسها هي اللي جابت الجون الثاني. اولا ان هو يخرج ماينو وينزل مكانه ديالو في الدقيقه 76 ما كانش صح ابدا، يلعب بارتكاز واحد، وفي نفس الوقت هو خرج لوك شو. يعني شوف التغييرات بتاعته كلها كان خايف، كل تغييراته خوف. اولا خرج امبويمو علشان خايف انه ياخد انذار تاني، وخرج لوك شو واللي انا كنت لسه بشيد بادائه السبب في ان هو رجع للمستوى ده اموريم، خرجه عشان معاه انذار، وبرضه خرج مزراوي عشان الانذار. يعني الثلاث تغييرات دول ما كانش برؤيه فنيه. الوحيده الرؤيه الفنيه كانت غلط هو تغيير ماينو لما نزل مكانه امد ديالو علشان يزود الهجوم. لكن انت كان عشان تزود الهجوم ما ينفعش تشيل الاثنين الارتكاز بتوعك، تضحي بحد من الاطراف وتلعب بماينو. ماينو عنده القدرات الهجوميه، وبكده يبقى قدام شويه اوجارتي ويساعد برونو فرنانديز وتحركات شيشكو، وفي نفس الوقت الضغط العالي طول الوقت ماهوش القصه بتاعتك. انت بالشكل ده فقدت سرعات شيشكو اللي كان المفروض تظهر. ماتيوس كونيا قدم مباراه كويسه لكن ما كانش كافي ابدا ان هم يكسبوا. انا بحيي ايدي هاو ان هو لعب على الامكانيات بتاعته وقدر ان هو يفوز بالمباراه باصوله، وده اللي كنا بنقوله. وانا مبسوط ان قبل المباراه دي على طول كاريك طلع وقال احنا بنتعلم. بالشكل ده واضح ان هو فعلا لسه بيتعلم. ونروح لتعادل السيتي اللي خلى ارسنال يرجع تاني ب7 نقط فرق، صحيح بمباراه متقدمه لكن 7 نقاط طبعا مهمه جدا، وفرحه ارتيتا كبيره خاصه بعد ما فاز على النوارس. يعني كانت مباراه مش اللي هي، لكن ارسنال قدر ان هو يخرج ب3 نقط، ودي مرحله مهمه جدا تجميع النقاط في اخر الجولات في البريمير ليج. وانت عارف ان ارسنال بيلعب على كل البطولات ومحتاج طبعا ان هو يدور لعيبته، وكان مهم في نص الاسبوع وهم بيلعبوا انهم يفوزوا بالمباراه دي على النوارس. جوارديولا ما قدرش ان هو يفوز على نوتنغهام فورست بالرغم من انه احرز هدفين، لكن قدروا مع بريرا انهم يحرزوا هدفين واستغلوا المشاكل اللي موجوده في نص الملعب عند مانشستر سيتي. يعني بشكل عام جوارديولا مازال يعني مرموش مش موجود، مازال نيكو كونزاليس ما بيخش الفرصه الكافيه، ومازال برضه نفس الكلام خوسانوف دايما هو بيعتمد على اهل الثقه. شوف برناردو سيلفا والدقائق اللي بيعملها هتفهم الكلام ده. يعني هو للاسف ما قدرش ان هو يفوز في المباراه دي، وادى فرصه في الجدول زي ما احنا شايفين ان ارسنال يبتدي تاني انه يقل من عليه الضغط. كنا متوقعين ان مباريات الارسنال اصعب، خاصه انه كان هيلعب في الديربي ضد تشيلسي، لكن قدر انه يفوز على تشيلسي، وقدر كمان انه يفوز على النوارس. والنوارس مع فابيان الامريكي الالماني من اول يوم تولى فيه القياده واحنا بنشيد بيه مكان ديزيربي، وان هو مدرب فعلا عقلاني وكان دايما بيعمل نتائج كبيره، منهم طبعا هزيمه السيتي. بشكل عام انا مش عايز اطول عليكم، مادام وصلت معايا لحد هنا في اخر الفيديو اتمنى انك تعمل شير ولايك وتشاركني رايك. ملعوبه بودكاست التحليل فيها غير، الدوري الانجليزي غير. معايا انا محمد القاضي، اشوفكم على خير، سلام.